أسس بالعربي. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في كورس المدرب الشخصي المعتمد من اي سي اس اي الاصدار ال 11 2026 شرح وترجمه باللغه العربيه مع اسس بالعربي لخدمات المدرب الشخصي. تعالوا مع بعض نشوف محتويات الكورس الجديد. الكورس مبدئيا مكون من 20 شابتر. الشابتر الاولاني بعنوان Health and Fitness Personal Training، يعني الصحة ومفهومها، اللياقة البدنية ومهنة المدرب الشخصي. هناخد فيه The History of Personal Training، يعني تاريخ مهنة المدرب الشخصي. The Future of Personal Training and Fitness، مستقبل المدرب الشخصي أو التدريب الشخصي عموما كمهنة، واللياقة البدنية. وهناخد كمان فيه ISSA Certified Personal Trainer Code of Ethics، وده ميثاق إخلاقيات المدرب الشخصي والمعتمد من ISSA. أما الفصل الثاني بعنوان Psychology of Behavior Change، يعني دور علم النفس في تغيير السلوك البشري، ومقسم لعدة أجزاء. Behavior Change اللي هو تغيير السلوك، Behavior يعني سلوك، Change يعني تغيير. Stage of Change مراحل تغيير السلوك. Process of Change يعني إجراءات تغيير السلوك. و Motivational Theories and Applications، وهنا هندرس نظريات التحفيز والتطبيقات العملية بتاعتها. وبعد كده موتيفيشنال انترفيوينج، ازاي نعمل المقابلة التحفيزية. وبعدين بلندنج اس دي تي اند ام اي، اللي هو الدمج بين نظرية الدافع الذاتي اللي هي اختصار اس دي تي، والمقابلة التحفيزية اللي هي الموتيفيشنال انترفيو اللي اختصارها ام اي. بعدين هنحدد الاهداف setting goals that motivate behavior. وبعدين ناخد scope of practice للمدرب الشخصي عشان يعرف دوره وحدوده بالنسبة للجزء بتاع علم النفس، لأنك مش طبيب نفساني في الآخر. أما الفصل الثالث بعنوان movement system، يعني أنظمة الحركة. جسم الإنسان فيه 3 أنظمة مهمين جدا مسؤولين عن الحركة: النيرفس سيستم الجهاز العصبي، الماسكولار سيستم الجهاز العضلي، السكيلتال سيستم وده الهيكل العظمي. وهناخد كمان الجوينت في جسم البشري عامله ازاي وانواعها ازاي عشان نقدر نعمل الحمل التدريبي صح. اما في الفصل الرابع هيكون بعنوان supporting system، ودي الانظمه الداعمه للجسم. هناخد فيها السيركولاتوري سيستم الجهاز الدوري المكون من القلب والاوعيه الدمويه، والليمفاتيك سيستم اللي هو الجهاز الليمفاوي المسؤول عن المناعه في جسم الانسان، والريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي، والاندوكراين سيستم جهاز الغدد الصماء اللي هو بيفرز يعني الهرمونز. وهنعرف تأثير التمرين على الإفراز بتاع الهرمونز ده وبيأثر قد إيه. وكمان هناخد الدايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي. وهنا ضافوا عن الجزء القديم الانتجومنتري سيستم الجهاز اللي هو الخارجي اللي هو الجلد والشعر والأظافر والكلام ده كله. أما في الفصل الخامس فهو مكون من البايو ميكانيكس، فهو بعنوان البايو ميكانيكس يعني مفاهيم البايو ميكانيكس. وقلنا قبل كده ان البايو ميكانيكس يعني علم الحركة بس على الجزء الحيوي او الانسان طالما بندرسه هنا عن الرياضة. هناخد بعض الاناتوميكال تيرمز، ودي بعض المصطلحات تشريحية مرجع لينا نقدر نحدد الحركة بتاعت جسم الانسان ازاي. وهناخد البالانس والايكوباليرم والاستابيليتي يعني التوازن والاستقرار. وكمان هنعرف ازاي الجسم بيحافظ عليهم، بالاضافه الى اللو اوف موشن قوانين الحركه بتاعت الحاج نيوتن، وهنقدر نعرف ازاي نستخدمها في التمرين. وهناخد الفريكشن اللي هو الاحتكاك، والليفر اللي هي الروافع، والتورك اللي هو عزم الدوران، وده اللي هيحدد لنا بالظبط التصنيف الحقيقي للماسل از موفر يعني العضلات كشغلها كمحركات، واللي هيخلينا نتمرن بشكل سيفتي في صياغه التمارين الرياضيه. اما الفصل السادس بعنوان الانرجي اند ميتابوليزم يعني علم الطاقه والتمثيل الغذائي. هناخد السيلز يعني الخلايا، وهنعرف تأثير الفود از انرجي جوه الخلايا يعني على المستوى الخلوي لغاية لما يتحول كمصدر للطاقة للكتل بتاع الجسم. هنعرف ان الادنوسين ترايفوسفات اللي هو ال ATP هو عملة الطاقة في جسم الانسان، وعشان نستخدمها واحنا بنعمل تمارين anaerobic
أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahayat, founder of Oslo's Bel Arabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through Zainab to nutrition